في جلسات تظلم من امر الاعتقال والحبس، كان بيتبدى لينا وكلاء النيابه ونيابه امن الدوله اللي عايزين يترقوا وعايزين يثبتوا ولائهم للنظام، فكانوا بيهاجمونا بحماس شديد. وكان الجلسه دي كان رئيس المحكمه فيها المستشار العظيم امين ابو هيف. وقف رئيس نيابه امن الدوله يقول لي: ألست انت القائل على سيد البلاد واكبر راس في مصر قل اعوذ مدبوز الجبان ابن الجبانه كالغدانه املآن شعب طيب كالعشانه؟ فالمحكمه ضجت بالضحك. قلت: والله ده راجل غبي واشتغلوا بقى. قلت له: لا 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 لا، انا مش قايل دي. قال لي: بلاش دي. ألست أنت القائل سلام يا واد للست مع معركة هرشت مخي هي فين المعركة؟ فالمحكمة ضجت بالضحك تاني. فالمستشار أمين أبو هيف ضحك وقال له: الله، ما تاخد الديوان وتقرا لنا من الديوان كله، تقرا لنا الديوان كله بتاع نجم. ويوميها خدت افرج عني المستشار العظيم امين ابو هيف، رغم ان الرئيس السادات كان قايل في الخطاب بتاعه ان نجم يطول اهو دخل السجن وما نشوف هيخرج ازاي. قل أعوذ مدبوز الجبان ابن الجبانة كالغدانة أملأنا شعب طيب كالعشانة.